بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في الفيديو تاع نهار اليوم. جبت لكم فيه وصفة الطورنو بالعسل، وصفة بنة وطراوة البنات يعني، وتخرج لكم 24 حبة. استعملت فيها حبة بيض والبياض والصفار يعني دهنا به الوجه. البنات يعني بغيت نفتح قوسين ونوجه تعازينا لإخواننا المغاربة في محنتنا. الابن ريان يعني تأثرنا بزاف معاه ومشينا يعني معاه، تبعنا اللايف، تبعنا كل شيء البنات يعني، وكان الأمل تاعنا باش يخرج سالم معافى لأهله، لكن قدر الله ما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمه إن شاء الله، طير من طيور الجنة، ويعني يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان. روحوا نبدو البنات. هذه الوصفه تاعنا يعني كنت مصورتها في الشعل من يوم، والله ما قدرتش باش ندير المونتاج اليوم، يعني شويه قدرت باش ندير لكم. روحوا نبدو بسم الله على بركه الله في المقادير. طريقه التحضير عفوا. في الغيسيبيون تاعي البنات ولا الاناء جبت رشه تاع الملح، وعندي كما فهمتكم 2 حبات بيض. ننزع الصفار البنات باش ندهنوا به الوجه. ننزع الصفار يعني تبقى لي حبه بيض وبياض بيضه. هذا الصفار البنات نوخره فيما بعد، نضيف عليه قطره او قطرات من الحليب ورشه تاع لافانين نوخره بجيه. ونروحوا كما فهمتكم ديروا في الاناء تاعنا حبه بيض، ومع هذاك البيض عندي هنايا نص كاس تاع الاتاي سكر البنات. هذا الكاس يرفد 120 مليلتر سوائل، يعني الكاس تاع الاتاي ماشي لهذاك الكاس الصغير، وانما الكاس تاع الاتاي المتوسط 120 مليلتر سوائل. كما تقدروا يعني تعبروا ربع كاس يعني هذاك الكاس تاع الكبير تاع الماء 250 مليلتر، تقدروا ديروا ربع كاس اللي ما عندهاش يعني باش تدي الميزور بهذا الكاس الصغير. جبت الفرشات تاعي الشوكه وبقيت نحرك، يعني تقدروا تستعملوا الباتور ايضا، لكن هنايا تقدروا ايضا تستعملوا غير يدويا فوي ولا بالفرشيطه، وتبقوا تضربوا فيها مليح مليح. يعني احنا ما نحتاجوش باش توري لنا الموس ولا حاجه، غير باش يذوب هذاك السكر. درت الكاس تاع الزيت نتاعي، وزدت هنايا 2 ملاعق حليب، يعني ما راه بارد ما راه حامي عفوا، كان يعني خارج الثلاجه. 2 ملاعق حليب البنات يعطوه طراوه لهذا الطورنو، روعه البنات. هنا عندي حبه تاع الليمون. جبت لاغاب تاعي، لازم هذيك لاغاب تكون العيون تاعها صغيره البنات، وراني نبشر فيها. ندير غير نصف الحبه باسكو الحبه راهي عندي كبيره، حوالي ملعقه صغيره تاع مبشور الليمون. كاس تاع الزيت تاع الاتاي البنات مع 2 ملاعق تاع الحليب، بشر الليمون، ونبقى نحرك في هذه المقادير. نضيف هنا ملعقه صغيره تاع لافاني تزيد تعزز لي النكهه، ونواصل الخفق حتى تندمج كل المكونات. المكون الاساسي البنات اللي يخلي لي هذا الطورنو تاعي هشيش يعني ويعطيكم طراوه وبنه المادلين هو العسل. نستعمل 2 ملاعق تاع العسل. علاش قلت لكم في البدايه غير نصف كاس سكر، ما تكثروش باش ما يجيكمش حلو، يجي يعني معتدل في يعني في الحلاوه نتاعه. ضفت كما فهمتكم 2 ملاعق تاع العسل، ونواصل الخفق غير بالشوكه البنات، نخفق مليح يعني ندمج كل المكونات. ومن بعد في الاخير نضيفوا الفرينه تاعنا. هنا البنات ما يحتاج المايزينا، كما تعرفوا طورنو ما يعني ما تجيش فيه المايزين. نروح نجيب البنات الكاس تاع الفرينه تاعي. نعطيكم ايضا مقادير مضبوطه لهذا الوصفه تاع الطورنو. نجيب الكاس الاول تاع الفرينه مع الخميره الكيميائيه. الخميره الكيميائيه نحتاجو كيس تاع وزن 10 غرام، يعني معليش حتى ل 14 غرام. كيس تاع خميره كيميائيه نخلطوه شويه، يعني ندخلوا هذاك الكاس الاول مليح بالشوكه تاعنا، ومن بعد نضيفوا باقي الكميه نتاع الفرينه.
هذا الطونو البنات يعني من اروع الوصفات البنات، هشيش طري يعني، وعنده واحد البنه يا البنات يعني اغلبيتكم راكم جربتوا، اللي راهم يتابعوني في جروب عبر الفيس جربوه بكثره البنات ونجح معاهم وعجبتهم النتيجه. راح نخلي لكم الصور تطبيقاتهم تبعوها يعني في اخر هذا الفيديو. حطيت لهم وصفه مكتوبه يعني، وعدتكم باش ايضا نحطها لكم تطبيقيه. جبت هنايا الكاس الثاني تاع الفارينه تاعي وراني ندخل فيه، يعني استغنيت الان على الشوكه وراني نكمل باليد نتاعي ونبقى ندخل فيه. لازم تخلوه طري هذا الطون البنات باش تتحصلوا على نتيجه. وطراوه المادلان يعني السر يكمل في طراوه العجينه، لازم تخلوها تلتصق. هنا مازال خاصها البنات نوريكم شعال ان نزيد الفارينه، نزيد حوالي نصف كاس. يعني كونكلوزيون عندنا 2 كؤوس ونصف تاع الفارينه، لكن بالتدريج ساسبو يعني الفارينه تاعكم تكون تشرب ولا تكون ما تشربش. 2 كؤوس ونصف نبقى ندير فيها بالتدريج. بعد اللي كملت البنات كل كميه تاع الفارينه، شوفوا كيفاش مازال راهي تلاصق يعني في اليدين. لازم نغسل اليدين تاوعي ونشفهم مليح، ويعني ونجيب كويرات اللي تبغي توزن البنات توزن، يعني كلي تكون موالفه باش توزن يجوا الحبات نتاعها. يعني هذا الطورنو ما يحتاجش ميزان، تكوروه عادي كويرات عاديه يعني، وتضغطوا عليه ضغطه خفيفه برك البنات باسكو غادي يعاود ينتفخ يعني يولي بومبي. نكملوا كل الحبات بنفس الطريقه، شوفوا هكذاك ضغطه خفيفه من الفوق برك وتحطوها يعني تبعدوها شويه على بعضها البعض. هنا البنات بعد اللي كملت كل الحبات راني قلت لكم تحصلت على 24 حبه كبيره. جبت هذاك الصفار تاعي كما فهمتكم قطرات برك، قطره ولا 2 تاع الحليب، رشه تاع لافاني باش تدينا هذيك رائحه الصفار. نجيب البانسو تاعي، نجيب الشوكه يعني ولا كيردون باش ديروا تزيين خفيف من الفوق، ونبقى ندهن في الحبات تاعي. هنا يا البنات ندهن يعني من الافضل تدهنوا غير 2 حبات وتزينوها، باسكو انا دهنت شعل من حبه كي بقيت نمشي بالفرشاطه تاعي يعني ما بقاش تمشي لي، غبرتني شويه. دونك نتوما ديروا 2 حبات، جيبوا هكذاك الشوكه تاعكم ولا الفرشاطه نتاعكم، تبقوا ديروا في خطوط متعاكسه تعرجات اي شكل نتوما تفضلوه اي تزيين. دونك اللي ما تبغيش دير هذه العمليه تقدروا ترشوا عليها شويه كوكا وشويه جلجلان، حتى يعني شويه تاع جوز الهند ولا نواه كوكو، التزيين يبقى اختياري. هنا سخنت الفرن تاعي البنات، كي نكملها ندخلها فوق الرف الاوسط مده 10 دقائق حتى 12 دقيقه على نار متوسطه، يعني ما تديش الطياب معاكم البنات. وهذاك هنايا توجور نقول لكم تمسحوا هذاك صفار البيض اللي بقى زائد باش ما يمدلكمش الريحه وتحسبوها طابت، هي ما عندهاش الوقت بزاف. 10 دقائق لو ماكسيموم، 12 حتى 13 دقيقه على نار تكون متوسطه. شوفوا هنا البنات كي دات احمرار من الجوانب وبدات يعني تتحمر شويه. شوفوا راني شعلت لها من الفوق، طفيت عليها من الاسفل وشعلت عليها من الفوق باش يعني تتشقق، تزيد تكمل طيابها وتتحمر. انا هنا نبغي يكون عندهم لون واحد البنات. شوفوا كيفاش ندير هذه العمليه، نبقى ان نوقف يعني وحده بجانب وحده باش يتحمروا من كل الجوانب ويعطونا هذا المنظر الشباب. شوفوا روعه البنات، انا نموت على هذا الطورنو، يعني وصفه ما تخطينيش من بين كل الحلويات، يعني كما كنتم تعرفوا يوالم الكبار ويوالم الصغار. هنا ملاحظه البنات، كي يبرد يعني ماشي حتى يبرد تماما، هو دافي شويه يعني تمسوه شويه دافي، ديروه في لابواط كيما هكذاك وقفلوا عليه. شوفوا الغدوه من ذاك البنات يعني كي تذوقوه كانه مادلان. علاش قلت لكم جاي طورنو بذوق المادلان والبنه روعه، ما يجيش حلو بزاف. ان شاء الله البنات تجربوه وتنجحوا فيه، يعني كيما نجحتوا فيه اللي راهم قلت لكم يتبعوا معايا في جروبي بزاف نجحتوا به، ويعني بهرتكم النتيجه والطراوه والبنه. ما بقى لي غير نقول لكم في الاخير ما تنسونيش من لايك والجام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.